بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وبألف خير يا رب. الفيديو تاعي اليوم جبت لكم الوصفات اللي كنت درتهم في العرضة. اسفة حبيباتي، كنت ناوية نبارطاجيهم معكم من قبل، ولكن للأسف ما كانش عندي الوقت. شوفوا حبيباتي، في هذا الفيديو راح نحط لكم وصفة الأرز ومونشطو صوصي باللحم واللحم اللي حمرناه في الفرن. بسم الله، نبداو الوصفه تاعنا. اولا نروحوا المرميطه تاعنا، راح نبداو بالمونشطو. حطيت ملعقتين من الزيت، ملعقه العشاء، وملعقه كبيره من المارغرين، وكنت حطيت عليهم قطعتين صغار من اللحم هذاك اللي كنت تبلته في قبل ليله كامله. هذاك اللحم اللي كنت راح نستعمله في اللي كنت راح نحمر منه في الفرن، نقصت منه قطعتين ودرتهم في المشطو. اولا خليتهم هما يتقلاو على نار هادئه، ومره على مره نقلبهم. قطعت البصل شرائح رقيقه كما راكم تشوفوا معايا. حبه البصل متوسطه، قطعت معهم ايضا حبه طماطم متوسطه، قطع صغيره. مباشره حطيتهم فوق هذاك اللحم. للملاحظة ما حطيت لا ملح لا حتى توابل في هذه المرحلة. خليت هذاك اللحم مع هذاك البصل والطماطم يتكرملوا. سكرت عليهم لاكوكوت تاعنا على نار هادئة، خليتهم حتى نتقلاو معنا جيدا. هالمرحلة واضحة جدا. من جهة أخرى كنت قطعت المشطو تاعي وغسلتها. غسلتها ايضا وقطعتها قطع. يفضل انكم المشطو تاعكم تقطعوها قطع كبار. شوفوا هنا حبيباتي، ما تنساوش انا وقت الصين نفسه مالغري اللحم تاعي كان فيه الثوم، ولكن لما نحط حبة الثوم كنكون حبيباتي يزيدوا في الصين من الثوم، وخليهم يتقلاو ويتكرملوا على اقل من مهلهم. بعد ما بدا معنا هذاك البصل وهذيك الطماطم، شوفوا ما شاء الله، ضفت عليهم المونطو. شوفوا كيف قطعتها حبيباتي، هي ايضا قلبوها مع هذاك البصل والطماطم. ايضا راح نضيف القليل من التوابل والملح. شوفوا حبيباتي، انا هنا التوابل اللي ضفت رشه خفيفه فقط. ما تحطوش التوابل بزاف لانه اللحم ديجا متبل وطلق البنه هذيك تاع التوابل تاعو. يبقى شوفوا، راح ندير رشه خفيفه من الملح. نملحوا الموشطو فقط لانه اللحم تاعنا مالح. وديروا رشه خفيفه من القزبر، رشه خفيفه من الفلفل الاسود، ورشه خفيفه من الكمون. الموشطو راهي تحب الكمون. خلطوهم مع بعض. وما تنساوش حبيباتي ايضا ملعقه صغيره من الطماطم المصبره، يعني اضافيه. يحب لي ما يحبش يديرها ما يديرهاش عادي. ولكن انا للامانه حطيت ملعقه صغيره من الطماطم، ملعقه القهوه. وايضا ضفت ربع كأس من الماء الساخن. ما تنساوش حبيباتي، راح تشوفوا معايا اني اضفت ربع كأس من الماء الساخن، الكأس العادي الموجود في كافة البيوت الجزائرية، كاس 220 مليلتر. شوفوا حبيباتي، حابه نشكركم على الفيديوهات السابقه. بدا يرجع التفاعل للقناه، نقول لكم نحبكم بزاف. شكرا، الف شكر لكم يا عزيز قلبي ويا صديقه دربي. ان شاء الله ان شاء الله نفرحوا بالقناه هذه قريبا اجلا غير عاجل. ان شاء الله يا رب يوفقني في هذه القناه. شفتوا معايا حبيباتي، حطيت القليل من الماء، سكروا عليها لاكوكوت، وبعد نصف ساعه فتحوا عليها. كما قلت لكم حبيباتي، بعد نصف ساعه افتحوا على لاكوكوت تاعكم، راح تلقاو انه الموشطو تاعكم طابت لكم ما شاء الله، وراح تبقى فيها القليل من لاصوص. دوك تشوفوا معايا، شوفوا هنا حبيباتي، هنا بقات لي قليل من لاصوص كما راكم تشوفوا. الموشطو تاعي بعد نصف ساعه كان طابت. انا نشفتها كامل من هاد لاصوص. انا محتاجه الموشطو وحدها. اللي يحب يخليها
ولكن بما انه كاينه عارضه وراح نقدمها في بلا، يبقى انا لازم عليا نشف هذيك لاصوص. من جهه اخرى راح نبداو نديرو مع بعضنا هذاك الروز البنين السريع اللي ذوقه والله انه خيالي. لو تجربوه راح تدعيوا لي وراح يحمر لكم وجهكم مع ضيافكم. شوفوا حبيبتي واش عندي حبه بصل صغيره نقطعوها مربعات صغيره كما راكم تشوفوا. قطعوها دي بتي كارو كما راكم تشوفوني انا راني نقطع فيها. كملوا قطعوا البصل تاعكم كما راكم تشوفوا. واش عندي ورقه رند، عندي قطعه جامبو دجاج ذوق قطعه من جامبو ذوق الدجاج، عندي حبه ثوم تكون موايه ولا كبيره يعني شويه، عندي عود قرفه صغير، حبتين من القرنفل، حبتين من الهيل، كأس ونصف من الأرز البسمتي نوعية الأرز تلعب دور كبير، و2 ملاعق كبار من الفرميسيل اللي راح نحمصهم. شوفوا باش ينجح معكم الأرز دايما لازم نوصيكم كالعادة تتخلصوا من النشاء هذاك اللي فيه باه ما يجيكمش معجن. شوفوا حبيبتي، غليوا الماء سخنوه وبعدها غسلوا الأرز تاعكم على 3 مرات حتى يولي لون الأرز تاعكم، الماء تاع الأرز لونه شفاف، من 3 خطرات إلى 4 مرات حسب كل أرز وكمية النشاء اللي فيه. وأني قلت لكم لازم يكون الماء ساخن. شوفوا حبيبتي غسلت المرة الثانية، هذه آخر مرة. شوفوا راكم تشوفوا معايا أنه الأرز الماء تاعو أصبح شفاف وخليته ينشف. لازم الأرز تاعكم ينشف. كنت حمصت ايضا الفرميسال تاعي في كاسرول ما فيها لا زيت لا زبده لا حتى حاجه، فقط حمصت هذيك الفرميسال خذات لي اللون الذهبي ما تحرقوهاش. في المرميطه تاعنا عندي ملعقه تاع ماغارين، 2 ملاعق من الزيت، حطيت الحبه تاع البصل، حبتين من القرنفل، حبتين من الهيل، وعود القرفه هذاك صغير. ما تنساوش الرند حبيبتي، ورقه الرند، وحطوها على النار حتى يتكرمل لنا هذاك البصل، حتى ياخذ البصل اللون الذهبي. شوفوا حبيبتي ما تنساوش فص الثوم اللي قلت لكم عليه، لازم تربيو فص الثوم. فوالا. شوفوا هذه فكرة والله انها رائعة للضيوف. شتو قطعة الجامبو، انا وش عملت كأس ونصف من الارز البسمتي يقابلها 3 كؤوس من الماء، نفس الكأس اللي كيلت به الارز، والماء يكون ساخن، وذوبت فيهم هذيك الحبة تاع الجامبو. شوفوا هنا بعد ما تكرمل لنا البصل وضعت هذاك الارز اللي قلت لكم لازم ينشف كما راكم تشوفوا فيه راهو ناشف، حطيت الارز والفرميسيل وخلطتهم جيدا مع هذاك البصل والزبده والزيت حتى حسيت انه جميع حبات الارز والفرميسيل تغلفوا بهذيك الزبده والزيت. حمصوهم قليلا فقط هك حتى يتغلفوا كما راكم تشوفوا، حركوهم جيدا. بعدها حبيباتي مباشرة حطوا عليهم هذاك الماء اللي فيه حبة الجامبو، وصدقوني وصفة ويجي هذا الأرز رائع، وصفة خيالية، وكل الروز يجيكم حبة بحبة. وصدقوني الضياف راح يبهرهم الذوق. حبيباتي أيضا ما تنساوش التوابل، أنا راح نوضع معكم التوابل. حطيت انا لهذا الارز واش حطيت له رشه خفيفه من الملح، لانه كيما على بالكم الجامبو راهو مالح. وحطيت رشه من الفلفل الاسود، رشه من القزبر، ورشه من الكمون. هذو هما التوابل اللي حطيتهم. قلت لكم رشه فلفل اسود، رشه من القزبر، رشه من الفلفل الاسود، ورشه من الملح كما وصيتكم ما تكثروش. هنا شوفوا لما يبدا الارز في الغليان نقصوله على نار هادئه ونغطيو عليه حتى نحسوا ان الارز تاعنا هذاك شرب كميه الماء. مباشره لما توصل للمرحله هذه غطيو على الارز تاعكم وخليوه يكمل يطيب في هذيك لافابير. نروحوا للحم. شوفوا هنا عندي 4 قطع، نتوما ضاعفوا الكميه، ضاعفوا كميه التوابل وضاعفوا كميه اللحم. شوفوا انا عندي هنا 4 قطع
4 قطع صغيرة عفوا من اللحم. واش وضعت عليها؟ وضعت عليها 2 ملاعق صغار ملاعق القهوة الصغيرة، 2 ملاعق صغار من القزبر، ورشة من الفلفل الأسود، ورشة من الكركم، وملعقتين صغار من الفلفل الأحمر الحلو، وملعقة من الفلفل الأحمر الحار، وملعقة ونصف من طماطم المصبرة، وملعقة ونصف من المطارد. وما تنساوش حبيباتي ايضا رشة تاع الكمون. هنا ديروا 3 فصوص تاع ثوم يكونوا كبار. انا هنا كانوا الفصوص شويه صغار، درت 4 فصوص. شوفوا حبيباتي ديروا نتوما 3 فصوص ثوم كبار، واذا كانوا صغار ديروا 4. اللحم يحب الثوم ويحب التوابل. وراح نعطيكم حبيباتي سر خطير في هذا اللحم. اللحم تاعكم جامي تحطوا له الزيت في الليل، جامي. خليو هذاك اللحم يتشرب الملح ويتشرب التوابل. الملح اكيد ما ننساوش الملح طبعا. الزيت في اخر غدوه من داكي تكون رايحين نطيبوا اللحم تاعكم باه تحطوا له زيت. وراح نعطيكم ملاحظه ايضا جد هامه. اللحم تاعكم على قد ما كان تركتوه مده طويله في التتبيله، صدقوني راح يجيكم بزاف بنين وراح يجيكم طري ويجيكم روعه. جربوه وارجعوا لي كالعاده في التعليقات اللي دايما تفرحوني بها. شوفوا هنا بعد ما درت اللحم تاعي راح نغلفه بالبابي فيلم ونخليه يبات ليله كامله في الثلاجه. كما تشوفوا هنا راني كنت ضعفت اكيد لكميه اللحم والتوابل. فوالا راح نحطه لمده ليله كامله يبات في الثلاجه حتى الوقت اللي نكون راح نستعمله ونكون راح نطيبه حبيباتي. هذا نظن اني اعطيت لكم جميع المراحل. من جهة أخرى غدوة من ذاك حبيباتي وش حكمت حبتين بصل متوسطة قطعتها إلى شرائح، وأيضا حبتين طماطم نفس حجم حبات البصل. أيضا درت 30 حبات من الطماطم الحجم متوسط. كما راكم تشوفوا قطعت البصل إلى شرائح طويلة. أيضا الطماطم هي أيضا قطعتها إلى شرائح. ما تنساوش تقطعوا حبة من الفلفل الحار، انا كنت قطعتها وخليت واحد حبة فلفل حار هكذاك، يعني خليتها ما قطعتهاش. شوفوا، وملاحظة جد جد هامة، ما ننصحكمش انكم تطيبوا في لي بلاطو هذو تاع الحديد اللحم تاعكم، طيبوا في تاع الزجاج. وللامانه حبيباتي انا كنت غيرت وطيبت في تاع الزجاج. شتوا هذاك البول هذاك اللي حطينا فيه تبلنا فيه اللحم، حطوا عليه كأس من الماء وفرغوه على البصل والطماطم تاعكم. ما تنساوش الزيت حبيباتي، ايضا الزيت مهم. انا قلت لكم حبيباتي ما ننصحكمش بهذا لانه فيما بعد ما يزربش، ما يكون اللحم مازال ما طابش يتزرب يتحرق لكم البصل. يبقى من الاحسن تحطوه في تاع الزجاج. شوفوا هنا انا وضعت 5 ملاعق من الزيت كما راكم تشوفوا حبيباتي. شوفوا من بعد ما حطيت الزيت عندنا ورق الطهي تاعنا، روحوا شمخوه بالماء، شمخوه تحت العين، وبعدها حطوه على اللحم تاعكم، غلفوه جيدا جيدا جيدا، ثم ضيفوا من فوق السيلوفان تاعكم وغطيوه ايضا مليح. وكنتوا سخنتوا على الاقل الفرن تاعكم قبل بساعه وخليوه يطيب. شوفوا هنا هذا هو البلا تاعنا في صحن التقديم. نتمنى ان الوصفات يعجبوكم وتعتمدوهم. في نهايه الفيديو نقول لكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.